السلام عليكم. طبعا في ناس كتير منكم يعرفوا صلاح، يعني اصلا ما دام تعرفوا رحاب يبقى اكيد تعرفوا صلاح. ومع هذا للامانه لحد النهارده لسه بتسال مين صلاح مين صلاح، يعني اللي هو اول ما طلعت في التلفزيون كان اول سؤال مين صلاح، اول ما طلعت في الراديو كان اول سؤال مين صلاح. طبعا انا رميت لكم الحته دي عشان اقول لكم طبعا ان انا منتشره في وسائل مسموعه ومرئيه عديده. ما علينا، انا اللي هو لا كده كتير، انا اللي عملت صلاح يبقى هو يتشهر كده اوفر، مش ممكن. طبعا هو كان مبسوط وسعيد ومزقطط، بغض النظر انه كان قافش عليا لانه كان عايز يلبس بوتاي وهو رايح التلفزيون، بس انا قلت له اتلم اسمها بابيونه نسيت اصلك ولا ايه يا واد. شدينا مع بعض شويه، المهم تفاصيل زايده مش محتاجين ان انتوا تعرفوها. الفكره عشان اللي لسه لا مؤاخذه راكب، صلاح ده شخصيتي الافتراضيه، صديقي اللي بفضفض معاه، اللي بيقول لي اما بعمل حاجه غلط، اللمبه اللي بتظهر جنب نافوخي من فوق زي الكرتون كده. صلاح ملوش وجود في الوجود، بس هو مش عايز يعترف بده. بعد ما بدأ يتشهر قوي، شار عليا اعمل له قانون. بصوا للامانه في الاول هزقته، قلت له اي اتنشن سيكر رخيص، بس بعد كده فكرت تصدق ممكن اصل بشكل من الاشكال كلنا محتاجين صلاح في حياتنا، يعني مش صلاح بالذات عشان بس نكون واضحين، يعني عموما. وعليه دي بعض النقاط اللي لو توفرت فيك يبقى انت محتاج يور اون صلاح. طبعا دي بعض النقط على سبيل السرد وليس الحصر. واحد، لو ما عندكش اخوات، انا مثلا وحيده ما عنديش حد اتكلم معاه، اشد في شعره، اخد لعبه، اضربه اسفين عند بابا، الحركات دي مفيش، وعليه كان لازم من وجود حد حتى وان كان افتراضي. اتنين، لو عندك اخوات بس انت حاسس انهم مش شبهك قوي يعني في الطباع وكده، بردك يو نيد صلاح. تلاتة، لو ردود اللي حواليك ما بتعجبكش، انيف يعني، بمعنى تحكي قصة تلاقي اللي قدامك رد عليك رد اهبل او مش ولا بد او غير متوقع، ده معناه انك محتاج صلاح. صلاح هيرد عليك صح. الحوار مش انه هيقول لك خالص الكلام اللي على مزاجك اطلاقا، اسألنا انا، لكن هيقول لك الحقيقة بالطريقة اللي انت تفهمها وتستوعبها. أربعة، لو انت كلامزي، والله بمعنى لو انت بتقول كلام كتير واحيانا بتلخبط في الحوارات بدون قصد، يبقى انت وش محتاج صلاح، لان صلاح هيفرملك المفروض يعني لو ما لبسكش في الحيطه. خمسة، لو الناس بتشكر فيك كتير في العموم، انا حاسه مثلا ان كل فنان شاطر محتاج صلاح، لان صلاح هو اللي بيطلع يقول لك انت هتتنفخ ولا ايه، افتكر وافتكر. صلاح معاه اسرار الصندوق الاسود اللي ممكن ليترالي لا مؤاخذه ينفخك. ستة، لو بتكتئب كتير في المطلق يعني، غالبا هتبقى محتاج حد زي صلاح، حد فاهمك وعارف تكاتك، حد عارف ايه اللي ممكن يضحكك ويقدر يساعدك تطلع من اللي انت فيه، بعد طبعا ما تسمع قانون الاكتئاب، السيت ولا الغنى، نساعد بعض. سبعة واخيرا، كل واحد فينا محتاج صلاح في حياته، لان كل واحد فينا هو اكتر واحد عارف نفسه وحقيقته، عارف اخطاء وحسناته. كتير مننا بيتعب جدا عشان مش لاقي اللي فاهمه بجد او اللي يقدر يكلمه بلغته، وعشان كده انا بدعت صلاح. صلاح عمره ما كان معناه اني اعيش مع نفسي او انسحب من العالم اطلاقا. صلاح وسيله اني افهمني انا اكتر. صلاح هو نفسي اللوامه اللي بتحاسبني كتير وتكلمني كتير، انا بس اخترت اسميه صلاح، يعني بص عادي، بس تفتكر انت لو حابب يكون لك صلاح تحب تسميه ايه؟ ملحوظه بقى على جنب عشان بس الموضوع ما يأفورش مننا، والنبي نبعد عن اسم صلاح عشان ده بتاعي ماشي بقاله فتره طويله، ومش هنخسر بعض على اسم، يعني اي حاجه راشا شام وائل كريم احمد عبد السلام، يعني في حاجات كتير ماشي اللي تشوفوه، بس نبعد عن صلاح. صلاح لا، صلاح لا، مش هقول اكتر من كده. شكرا، السلام عليكم.